الدقيقة 65 كل مرة نبغى أمل يا رجل، هدف نجيب. كذا يشوفون الملعب، كيف تبغانا نفوز؟ ما راح نفوز، ما حد يشوف زين يا بشر. الشهراني كل الكروت الحمراء اللي في العالم قررت تنطرد، تروح تعضه. سوي اي شيء، اشتغل لك اي شغل. هلال ايش تبغى؟ بالله قول لنا ايش تبغى؟ قلنا لك انت اقوى شيء، انت اقوى فريق، انت صح، انت صح، خلاص تبغى شيل الشيء. ايش والله مني. السلام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بالله بالي باقي احتفل. يا مرحب بكم في ردة فعل مباراة ممتعة وهارد لك لجماهير نادي الاتحاد. بصراحة كان منتظر من نادي الهلال ان هو يجيب جون رغم الضغط المستمر لفريق نادي الاتحاد، ولكن كان منتظر، وانا كنت اتوقع ان نادي الهلال هيجيب جون وهيخطف جون والمباراة هتموت على كده. حتى لو اصر نادي الاتحاد ان هو يحاول يرجع للماتش تاني مش هيعرف، الموضوع صعب. هارد لك لجماهير نادي الاتحاد، ان شاء الله معوضين خير والهلال يسقر لنادي النصر من العين. يلا بينا نشوف رد فعل الجمهور كان عامل ازاي، وما تنساش باللايك والشير والاشتراك في القناه. يلا بينا. السلام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طيبين ولا ايش؟ لا تزعل نفسك اخو. انا اليوم الحلقة الاخيرة، تخيل المسلسل خلص، الحلقة الاخيرة كانت حزينة جدا، مات البطل، انا ما حزنت. ليه؟ لانه تخيل معايا فازوا علينا 4، العيال ما زعلوا في الملعب. فازوا علينا 3، العيال ما زعلوا في الملعب. فازوا علينا 2، العيال برضو يقول لك ما زعلوا في الملعب. فازوا علينا 2 الثانية، العيال ما زعلوا في الملعب. 4 3 2 2 تشكيلة الاتحاد هذا، والله العظيم العيال ما زعلوا في الملعب. بعدين الحكم غشاش، كيف تعطي حمد الله كرت احمر وهو يبي يقيس هنا عنده لوز الرجال ولا لا؟ مسكوا زي كيف بيشوف معاك لوز بلي، طلع ماما تدي كرت احمر كيف؟ طب والسيناريو اللي كان في راسي ولا الريمونتادا؟ اظهرتنا كذا اشكالهم، كذا يشوفون الملعب، كيف تبغانا نفوز؟ ما راح نفوز، ما حد يشوف زين يا بشر. الشهراني 2009 اخر هدف له، اخر هدف له 2009، اليوم سجل هدف علينا 3 سنوات مدري 7 سنوات مدري 10 سنوات، والعالم تقول لنا سيء، جيبوا ظهير غيره. اليوم مارسيلو سجل علينا. ما في احد يحترق في الملعب، ما في احد يقدرك في الملعب، الكل قدامنا يستأسد. هل هذا سوء فينا ولا هم كذا؟ انا والله ما عاد اتحمل، خلاص بسم الله، روح دوري ابطال اوروبا، دوري انجليزي، تابع هناك واستمتع وريح بالك. ليش تابع الكره السعوديه؟ ليش؟ جميل. اي مباراه كانت اصعب اليوم ولا الذهاب امام الاتحاد؟ كلها سهله، يقول كل المباريات سهله. يا ربي، اللي عنده نظره فنيه لمباراه اليوم بيعرف انه الهلال فاز علينا في 10 دقائق. اي نعم، الهلال غير التشكيل بعد ما سحب سلمان وفاز علينا في 10 دقائق، سجل هدف على طول. ترى اللي كان يلعب معنا باسلوب غيروا، اختلف علينا الوضع، ما احنا قادرين نجاريهم، قاعدين نلعب باطفال 16 و17 سنه قدام فريق مخضرم. ما استغرب يعني لما يجي يقول كلها كانت سهله. ضيعنا موسم كنا احنا الوحيدين اللي نقدر ننافس فيه الهلال. الاجرام والمصيبه المصببه اللي حلت على الدوري كله هو الهلال، لان ما يمديك تطلب من فريقك ان يفوز نفس عدد الفوز هذا. انت كمشجع لو تبغى من فريقك يفوز 30 مباراه على التوالي انت مجنون، مو صاحي. حرفيا منظومه الهلال خربت المنافسه. ترى النصر مو سيء والاهلي مو سيء والاتحاد ما هو كارثي للدرجه دي، بس الهلال مره فارق. 30 انتصار على التوالي، وين رايحين وين؟ ولكن كان عندنا الفرصه اننا نعد فريق ينتصر عليه في المواجهات المباشره، نأذيه، ولكن ادارتنا اصرت على الساطي والتاريخي واحنا اللي تكفخنا في الاخير. عموما مبروك لكم فريقكم، وانا كنت متوقع انكم حتحققوا كل شيء بالموسم ده وحتاخذوا الدوري باكبر فارق بينكم وبين اقرب منافسينكم. ظاهر كذا انه لو في 10 بطولات انتم حتحققوها، فمبروك من بدري. وانا اي شيء لونه ازرق صار يسبب لي حساسيه، ما عاد بتفرج.
شيء مبروك للهلال، تستاهلون الفوز، اقسم بالله الهلال فريق قوي، فريق يستاهل الفوز، فريق انا اتمنى كاتحادي شخصيا يجيب الهلال اسيا عشان يروح كاس العالم، لانه هو الوحيد اللي يقدر يشرفنا في السعوديه في كاس العالم. يا سلام. غير كذا ما يقدر ترى، احنا حاولنا بس ما قدرنا، شلنا بسبب اداره. يستاهل والله، يستاهل صفقه والله، والجنب ضحكوا. باقي لنا كاس العالم، هذه البطوله الوحيده اللي ننتصرها مع الهلال. ان شاء الله. هاتوا العناوي، هاتوا العناوي، هاتوه. والله. السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. ما زال والله العظيم ما زال المتدرب يمارس تدربه، وما زال البعض يدافع عنه. شوف ركز، هي الهرجه بسيطه. انا حاس، هو احساس والله مو معلومه، انا حاسس انه في واحد مسك جاياردو، عاد هو كذا املط، وجهه متين، جسمه نحيف، هطف، عرفت؟ فقال له ترى مؤسس الاتحاد رومارينو. قال له يا شيخ، قال له نعم، مع حمزه فتيحي، هذا هو اللي اسس النادي، لانه ما في اي بديهيه انه يلاعبوا دوري ويلاعبوا اسيا ذهب ويلاعبوا اسيا اياب ويخالص كورنادو ويستبعد جوتا عشانه. الحل الوحيد بعدين شوف، في حاجه مره حلوه في مدربنا طبعا، ترى ما يبدل الا بعد الدقيقه 60 كشخه. شو انت من شايف البالطو اللي لابسه وشعر الاتحاد كذا الصغير اللي فوق، كانه يعني مسوي سيميوني انزاجي مدرب الانتر، فاك زرارين في التيشيرت. ترى التفاصيل مهمه، الله يعني مو كل مدرب. مبروك للهلالية، الله ياخذك يا جاي. شوفوا يا اخوان، في اوقات لازم تنصف الفريق مهما كان انتمائك ومهما كان ميولك. ما اتوقع في ادمي عاقل ويفهم كوره ما ينصف نادي الهلال. نادي الهلال حقق اللي ما في ولا اي نادي من يوم ما تاسست الكوره، وما في اي نادي في العالم قدر يسويه. 28 انتصار متتالي في جميع العالم. بصراحه اللي قاعد يسويه الهلال فخر للكره السعوديه بصراحه. اليوم فاز على الاتحاد، وعادي دائما يفوز، يعني باقل مستوى ممكن يفوز الهلال. شخصيه بطل يا جماعه الخير، ما تقدر تقول الا يا حظكم في ناديكم يا هلاليه. الهلال ايش تبغى؟ بالله قول لنا ايش تبغى؟ قلنا لك انت اقوى شيء، انت اقوى فريق، انت صح خلاص، تبغى شيل الشيء. ايش فيه؟ والله من اتحاد، انا والله من اتحاد، بس زعلان يا اخي الفريق ذا الى متى حيفوز؟ والله انا حلمي انه يتعادل، مو يخسر، يتعادل، والله بس يتعادل. ما اقول ما شاء الله حسودي انا يوم. ايش فيه؟ والله مو منطق يا جماعه الخير. يا تركي آل الشيخ، انت بتشوف المقطع ولا كيف؟ اطرد الفريق ده من هنا، اطلع والله خرب الدوري، تدفعوا مليون ما تدفعوا ما في فايده. يلا بس دزوا يا شيخ، والله الواحد سافر دبي ما هلال يا اخي فريق ترى غبي يحسب بس فوق يقول لك شوف حتى عربي صار ما عندي انا، هلال ترى يخليك تصير احول، يخليك تصير فقير بس يفوز، يحسب كرة القدم فوز وانتصار، في تعادل، في مشاكل، في اشياء مر بدروب. انت ما دزوا يا شيخ، انا بعيش حياتي ولا هلال الحمد لله، ما ببطل اشجع عنه في الدوري السعودي، انا بس مدريدي وبس ولا رجع. 1000 مليون تريليون مبروك لنادي الهلال، مبروك عليكم موسوعة جمعان. خلاص 28 فوز من غير هزيمة وكذا، خلصنا من الهلال. أنا المدرب ده ما اقتنعت فيه 1% حقيقي والله. من يوم ما جاء ما في أي مباراة كبيرة فاز فيها مرة، وأي فوز للاتحاد مجهود شخصي ما نختلف فيها. جوتا وش قصر معك يا أخي؟ نزل لي روما خلص خلاص، وربي روما خلص من 3 مباريات 4 مباريات ما سوى شيء. حتى مباراة الهلال كورة واحدة اللي في العارضة وبرا. ايش قصر في جوتا؟ يمين بالله مدربنا معاه لاق، والله معاه لاق، ترى هو باع المباراة، والله مدرب فاشل. مبروك للهلال، والمدرب هذا استمر مع الاتحاد، لا في لا كاس ولي الاحد، ولا في كاس الملك، ولا في كاس حتى السوبر، هياخذوها مني. لو ما هو الكرت الاحمر كان قلبنا المباراة انقلبت علينا، واحنا قلبنا المباراة والهلال يتفرج علينا. والله الهلال مفتري، لا والله مفتري، ما يخاف الله والله العظيم، لا في رمضان يخاف الله، ولا في رجب، ولا في شعبان، ولا في ذو القعدة، ولا في ما يخاف الله نهائيا. حتى في شهر الرحمة والمغفرة ولا هذا ما يعرف، ما يعرف يخاف الله، ويخلي الامور تعدي بسالات، ويخليها تعدي على خير، ما يبغاها تعدي على خير.
احمد حجازي وحمد الله، انت تستنوني واحد بس يقول عشان تضربون، عشان تبغون تضربوني عاد، داخلين تضاربون، ما في كوره، ما تبغون تضاربون بس. فيليبي والله من شفت عيونك ثلاث الوان وانا ماني كان زي البرجون الوانها، ما انا مرتحت لك، لون عفن في عيونك، ما ارتحت لك ولا راح ارتاح لك طول حياتي. ما ادري ايش قاعد تهبد في المباراة، تهبد. لعب لي ظهير يمين وظهير يسار يمين، يلعبون كلهم يمين، كلهم لعبهم يمين، يعني زكريا وقادش لعبهم طول السنه، يوم جو الحين نبغى واحد يلعب يسار ما لعبتهم. زكريا يوم جاي ينزلونه مهزومين متصقعين ماكلين تبن، هو ياخذ اللزق ويلزق يلزق يا ابن الحلال لا ما بلعب الا بلزق، اعطوني لزق ولا والله ما العب، جعلك ما تلعب. اي والله جعلك ما تلعب. والله هلال مفتري والله يا شيخ، ربي راح يحاسبكم والله. اخوانكم صغار، كولوبالي ما يعرف عمره 16 18 يضرب، ما يعرف، هذا صغير ما يعرف في كرة قدامه يضرب بس، ما يعرف لا صغير ولا كبير. فريق ما فيكم من الرحمة ولا المغفرة ولا ما فيكم خير والله ما فيكم خير. شوفوا بونو وين جالس، جالس مقاعدنا احنا، جاء عندنا قال ناقصكم حارس ما يلعب معاكم، والله عاد بكلمهم عادي. قليل ادب والله ما يستعمل، لا وبتقابلهم في العيد وقبل العيد ما تفرح، لا بشهر الخير ولا تفرح بالعيد، ما تفرح، يعطيك هنا ويعطيك هناك، يعطيك هنا ويعطيك، يضرب فيك ما فيك، ما الله لي ياسر الشراني الشوط الاول كان اسوء لاعب، الشوط الثاني ما شربوه السوبيا ما ادري ايش اعطوه، يجري جاره وجاب هدف ويجري ما يوقف، لو تاشر له تاكسي ما يوقف يروح، ما ادري ايش اعطوه الشوط ذا، كان اعطيته لعبتنا من اللي اخذ الشراي الشوط الثاني، ما ادري الشوط الثاني سافتش عن البرود اللي فيك، بارد ترفع الضغط، الناس يتضاربون، هو يقول الله يجعل له اسنانك، يقول كذا، الناس مضاربه، واحد دخل رجله مع الثاني يقول كذا، في الحلال فارع والله العظيم يا شيخ الله. ايش خلاص مع السلامه الله يا شيخ الله. يا جماعه الخير ايش في حضور، حضرنا شوف خلوا ديلا يتكلم علينا، والله حرام عليكم ورب الكعبه يا اخي، استرجلوا في الملعب يا اخي. حضور حضرنا لكم، تشجيع شجعنا، ايش في البلاي كيف حمد الله؟ بس والله حمد الله عطاك درس ما تنساه طول عمرك، مسوي صوتي على النصر وني في النهايه ما اكلت عيش. والله عبد الرزاق حمد الله عطاك درس رغم الطرد. مبروك يا هلاليه، لكن انا ما اندعمت نص دعمك، رغم اني بطل روشن وبطل السوبر، لا لكن انا ما اندعمت نص دعمك، رغم انه انا اعلى حضور جمهور الموسم الماضي، وانت جمهورك في الاستراحات، وكلنا عارفين وش الدلع ذا وجمهور الاستراحات، ورغم ذلك كله انا امامي عالميه ما اندعمت نص الدعم اللي جاك، ولا كسرت عقود، وادارتنا طلب اللي تقول لي ادارتنا طلبت 5 لاعبين وما حققوا لها، قالوا لا ميزانيه خلصت، الميزانيه خلصتوها كلها، وهذه هي نتاج الدعم اللي انت تاخذه وغيرك ما ياخذه. والحمد لله رغم انه انا عندي عالميه، المفروض انه دعم استثنائي اخذه فوق دعمك، لكن ما دعمت نص دعمك. بطل جايني من يلو اخذ دعم اكثر مني، صاحب موسم صفري اخذ دعم اكثر مني، فشيء طبيعي العبث اللي حاصل في الاتحاد وتفريغ الاتحاد من نجومه وخروج كورنادو وغروهي والمعيوف حارس للاتحاد، هذه من أكبر أسباب الخسارة اليوم والمباريات الماضية. مع أني متأكد أنه مع المدير التنفيذي والمدرب هذا بأنه لا هناك أي أمل، لكن الله يعدل الحال، وبإذن الرحمن أنه الاتحاد سيرجع في يوم من الأيام في أيدي اتحاديين أمناء يخافون على الاتحاد وعلى مصلحة الاتحاد. اليوم فريقنا كان منظم وكويس رغم الخسارة. ليش منظم وليش كويس؟ أساس المدرب شال حسن كادش مرة. حسن كادش طبعا تسبب خروجنا في كأس العالم ودحين في آسيا. لو تعادلنا في مباراة الرياض كان الأمور قريبة. حسن كادش سوء تغطية، سوء قراءة الهجمة،
امكانيات لاعب عادي واقل من عادي، يعني بتسوي مصيدة التسلل كادش ما يقدرها. استلام وتسليم صفر، كرات طويله صفر، خروج بالكوره صفر. طيب ايش نبغى فيك حسن كادش؟ اذا هذه اساسيات اللاعب المطلوب في نادي كبير انت ما عندك، طيب ايش نبغى فيك؟ خذها بس، اخذيتها يا اخي، افحصتك بودره جبت له الحموضه. يا رجل خاف الله، اتق الله. 60 مليون حللها يا ادمي، حللها. انا لو جاء حد عدانا 60 ريال احب في راسه ويقول له ايش تبغى امرني كذا. 60 مليون يا كادش. عبد الرزاق حمد الله، تعرف مختار فلاته ولا ما تعرفه؟ قدام الهلال كان يسوي كل شيء. مختار فلاته قدام الهلال يسوي كل شيء يا حمد الله، انت ما تسوي ولا شيء. سوء مو طبيعي. اسوء لاعب اليوم حمد الله، مو عشان القرد، وافضل لاعب احمد حجاز. حب كبير للحاجز، حب كبير. حمد الله محاولات صفر، ايش؟ باصات صفر، قرارات صفر، كل شيء صفر. اما الصحفي لا حد يقول له صغير، المفروض يلعب له العاب قوه. مروان الصحفي مو حق كوره. شوف شوته على الباب ضعيفه وجبانه. شوف انت احمد الغامدي، حب كبير. كل شيء سوى الغمد اليوم، كل شيء. فاولات تكتيكيه نفس عمر الصحفي، بس هنا في لاعب، لا لاعب وفي موهبه. هنا في انسان الكوره عقل، هو صراحه ما في راسه. الصحفي ما في راسه. حمد الله، تعرف احمد بهجه؟ والله فرق بينك وبينه فرق السما والارض. حب كبير لاحمد بهجه، والله العظيم. احمد بهجه سووا كل شيء للاتحاد، ثلاثيه، رباعيه. انت حمد الله في المباريات المهمه اللي نحتاجك فيها تسحب رجليك. والله العظيم يعني ما ادري ايش اقول. اذا انت في مباراه زي مباراه الهلال مهاجمك سيء، كيف حتسجل يا ناس؟ قولوا لي كيف تسجل؟ كيف؟ لا سيبك عن بنزيما، تعال نسوي مقارنه بين بهجه وحمد الله. اللي حضر بهجه جيل 2000 انت مالك دخل، خليك على جنب. اللي حضروا بهجه للامانه، بهجه ولا حمد الله؟ ثلاثيه ورباعيه ولا عبد الرزاق حمد الله؟ مختار فلاته زي ما قلت قبل شوي، قدام نادي ايش؟ قدام ايش؟ قدام نادي الهلال يسوي كل شيء، رغم انه ما في هذا التيم، لا في انجولو كانتي ولا في فابينيو ولا في شيء، بس كان على المخ يبذل جهد. حمد الله قدام الهلال سوء مو طبيعي، بس يجي النصر كل شيء يسويه. يا اخي لاعب مزاج يا اخي، خلاص يا اخي. حمد الله حسن كادش خلاص، حمد الله اخر موسم. حسن كادش من الحين فسخ عقد، يروح يلعب في دوري يلو درجه رابعه ما ياخذونه. كادش يعني والله العظيم يعني سوء مو طبيعي، سوء وتخاذل مو طبيعي يا ناس. والله العظيم هذا الانسان انه ثغره في الاتحاد. بناء الهجمه كله في الهلال كان عن طريق حسن كادش. حسن كادش ولا شيء، صفر. الله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما ابغى ادعي في رمضان. وهارد لك يا شباب. صراحه كاتحادي اهني فوز الهلال، وشكرا لعيبه الاتحاد، واقسم بالله ما قصروا على الامكانيات اللي عندنا، ما قصروا. الشوط الاول صراحه قدموا مباراه كبيره، ولكن كان ينقصنا مهاجم. ما عندنا لا مهاجم ولا جناح. لكن الهلال بكل مكان عنده ما شاء الله الاحتياط، الحارس احتياط موجود، ما في عنده نقطه ضعف الهلال نهائيا باي مركز، وكل واحد اقوى من الثاني. صراحه الهلال هذه المره انا مراهن بياخذ البطولات كامل، ولا بيخلوا بطوله، بيسوي فيها كذا. يا الاتحاد الاسيوي، اذا الهلال بيستمر على كذا انقلوه الى دوري ابطال اوروبا. حاولوا انكم تدخلون هذا الفريق دوري ابطال اوروبا، وشوفوا اذا ما يوصل للنهائيات. الف مبروك جمهور الهلال، هارد لك جمهور الذهب. انا حاب اقول هارد لك للجمهور فقط. طبعا لا احد يسوي مصدوم، لانه هذه نتيجه طبيعيه ونتائج طبيعيه في كل مبارياتنا مع الهلال. الهلال فريق استثنائي، فريق قوي، سواء اتفقت او اختلفت، سواء اتفقت انه ندعم اكثر او اختلفت، فهو فريق قوي وثقيل داخل الملعب وصعب جدا، واقوى فريق في الدوري السعودي. طبعا المباراة هذه كانت محسومة، مباراة الذهاب 2-0 صعبة،
في ظل فرق الإمكانيات أنت تلاعب نيفيز وسافيتش ومتروفيتش وكوليبالي ومالكم، وقدامهم مين؟ مروان، مضلة، كادش، أحمد الغامدي، فيصل الغامدي. أكيد الإمكانيات شاسعة بين الفريقين، ولكن هذا ما يمنع أنه نقول ألف مبروك لجمهور الهلال العقلاء فقط، وهارد لك لجمهور الذهب. إن شاء الله الأيام القادمة مفرحة لجمهور الاتحاد بإذن الله. طبعا نادي الهلال نبارك له بحصوله على أطول سلسلة انتصارات 28 مباراة، وعلى ظهرنا ما في مشكلة. يستاهل جمهور الهلال ويستاهل نادي الهلال، نادي كبير من عمل واجتهد هذه النتائج. ألف مبروك لجمهور الهلال، والقادم أفضل لكم يا رب. ما بقول غير كلمة واحدة، أتمنى أنك تكون مبسوط. سلامي لك. مرة أخيرة ألف مبروك لجمهور الهلال، وهارد لك لجمهور الذهب، معوضين خير ما هي مكتوبة لنا. الحمد لله على كل حال. لايك فولو شير، الأصفر في البايو. يعطيكم العافية. وهاللعيبة اللي ما أمهم داعي، هذولا مو بلعيبة، هذولا الله بلانا فيهم والله العظيم. أقسم برب العباد أشبه لعيبة يخسون كلهم عن بكرة أبيهم. أحرق دمي وأعطيهم من وقتي دقيقة، خلاص يكفي. الاتحاد لكم، خذوه كلكم خذوه، ما أنا عن نفسي ما بيه والله العظيم. خلاص بريح نفسي وبرتاح، وراي عائلة تحتاجني والله وراي عائلة تحتاجني. شوف وجهي شلون طلع بسبة الاتحاد، تقل عضلة باي الله العظيم، وإذا التفت سدا صرت عضلة تراي. ليه؟ اتحاد يخرب بيت الاتحاد، الله يمليك بركته إذا في بركة. خذوه يا أخوي، أنا المشجع الوافي المخلص، بلا خنبقة بلا بطيخ، حومة سبد الله يحومة سبدكم. أعطيكم من وقتي أروح أتمرن بهالبرد وهالثلوج، النادي مسكر وبالشوارع قاعد أتدرب، معطيكم من وقتي من الساعة 8:30 9 نبث مترقب هالمباراة. حرام عليكم كل دقيقة تاخذونها من حياتنا ومن وقتنا عشان نتابعكم، حرام. حمد الله اليوم لو أن المباراة ضد النصر صار لك جنحان مشخصنها حبيبي. حب الذات، مروان الصحفي وكادش وهالتسريحات دي وصقور مخرجات ورجيع الأندية، إذا استقطبتهم وانتدبتهم لفريقك ثق تامة أنك ما راح تحقق المجد نهائيا. أبناء النادي هم اللي يحققون لك المجد، يحرقون دمهم ويحرثون لك الملعب حرث. قال ايش؟ قال جرينتا ورجيع أندية وخرابيط فاضية، والله اخراط فاضي. بوجود الإدارة أنا ما ركعكي، وبوجود ال5 أعضاء اللي فوضهم الصندوق لإدارة النادي بالدفة الإدارية، وبوجود جاياردو، وبوجود الأسماء من اللعيبة اللي أنا ذكرتهم، يحرم علي حرم أتابع أي خبر للاتحاد، أتابع أي مباراة للاتحاد، أو أعطي الاتحاد نص دقيقة من حياتي أهتم فيها وأعطيه أعطي الاتحاد مجال إني أرى فيها. يخسي والله ويعقب. اتحادك لمه لم يا خي، واخذوه اشبع فيه يا خي والله. وبوجود هالناس اللي أنا ذكرتها من أعضاء ورئيس ومدرب ولعيبة، هذول لا والله يحرم علي حرم. لا والله وقتي مهم، وقتي ثمين يا أخي، وقتي أعطيه متابعين يبرك، أعطيه زوجتي وعيالي يبرك، أعطيه أمي جيزي فديت قلبه وخواتي يبرك، أتدرب فيه أبرك، أطقطق فيه، أطلع لي كم قرش أبرك. بلا اتحاد بلا حرقة دم يا شيخ. يا ليت الزمن يرجع وأشجع الهلال. راحة نفسية أقسم بالله، راحة نفسية. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اللي أقدر أقول. مبروك للهلال والهلاليين. أعلنها وأعلنتها ببثي مؤازر للهلال بالسيمي فاينل، أبث مبارياته وبآزره قلبا وقالبا، وما راح أوفر جهد بآزر هالفريق لين يصل النهائي، وبالنهائي نبي نآزر وإن شاء الله إنه يظفر فيها. مبروك للزعيم شيخ القارة، مبروك الفريق العظيم، العمل العظيم. خبث خسس أعطاك المباراة في الشوط الأول، وأعطاك الكورة عمدا.
عشان ياكلك الشوط الثاني. ايش دعوه يا جاياردو؟ ما وضحت لك؟ ثالث مباراة على التوالي ما وضحت لك؟ الله يرحم سي مزنه. تحياتي لكم، مع السلامة.